اسمع الدكتور مرسي بقى. ده فيديو شوف فيه الدكتور مرسي كان صغير في السن، يعني من اكتر من 20 سنه ايام ما كان نائب في البرلمان. اللي انا قلته امبارح والله انا ما كنت سمعت الدكتور مرسي، والله ما كنت سمعته. بس اللي انا قلته امبارح صدفه بالبلدي قالوا الدكتور مرسي بعلم. اسمع الدكتور مرسي بيقول ايه بقى. الحقيقه لا نستطيع ان نقلل من جهد الرجال ولا من نيتهم الصالحه ولا من محاولاتهم يعني الجاده في انهم هم يطفئوا الحريق، لكن الحقيقه هم ضحايا للاهمال الجسيم للحكومه في المجالات المختلفه، ومنها موضوع الاطفاء. المواد التي تستخدم في الاطفاء لكل حريق طريقه في اطفائه. الحريق استمر مده، هذا الحريق ادى لارتفاع درجه الحراره، لما نيجي نطفي نفكر. الحقائق العلميه المستقره والتجارب المعمليه والتطبيقات العمليه بتقول ان الخرسانه اذا كانت سخنه لدرجه 600 700 وعملنا لها اطفاء مفاجئ بدرجه 20 25 الميه تفقد 3/4 قدرتها على تحمل الاحمال، تفقد 3/4 قدرتها على تحمل الحمل الواقع عليه. واذا كان معامل الامان يا معالي الوزير في مصر 3، يبقى الخرسانه قيمه قوتها وصلت للصفر ساعه الاطفاء. دي كارثه تتحمل مسؤوليتها امام الذين ضحوا بارواحهم هؤلاء الحكومه في ادائها الغير متناسق الغير مستشعر للمسؤوليه، وان استشعرها احيانا لا يتخذ من القرارات ما يتلائم معها، وان اتخذ من القرارات ما يتلائم مع بعضها فلا يطبقه، وان طبق بعضه فلا يتابعه، ويسكت الامر بعد مرور الوقت وتعود الكارثه مره اخرى الى التكرار. ندفع بهذا الاتهام الى هذه الحكومه لتعاقب مرة واحدة بجدية. ده كلام الدكتور محمد مرسي اللي كان وقتها نائب في البرلمان واستاذ علم المواد واستاذ جامعي. هو بيتكلم على طريقة اطفاء الحريق. احنا بقى مش هنيجي بقى وقت ده كان بيتكلم فيه الدكتور مرسي او كان عن حريق ايه بيتكلم، لكن تخيل بلد يعني الفيديو ده مثلا بقى له 20 سنة تقريبا، لما خبير زي ده يقول ان اطفاء الحرائق في مصر وان كل اطفاء حريق له طريقه. عشان تطفي حريقه لازم تفكر انت بتطفي حريقه ايه، ما انت ما تروحش تكب اي ماده على اي ماده وخلاص واسمك طفيت حريقه. انما الكلام ده من 20 سنه تقريبا، يعني انا ظني انه من 20 سنه. استاذ المواد ده اللي في السجن النهارده اللي محكوم عليه بالاعدام اللي كان رئيس منتخب ما تسمعش كلامه من 20 سنه، بل بالعكس ده وهو في السجن ومحكوم عليه بالاعدام بيتم اطفاء حريقه في مصر كارثه في الموسكي بنفس الطريقه اللي حذر منها الدكتور مرسي. كونك بقى انك انت سيساوي بتكره الدكتور مرسي ما علينا، اللي بيقولوا علمي ولا مش علمي هو ده بس. ما تخليش انت بس ايه اللي جواك ده يطفح قوي، ما تقعدش تقول ما تقولش كده. اللي بيقوله الدكتور مرسي ده انت يا عم بتكره شكل الدكتور اللي انت رايح له، بس في النهايه العلاج اللي بيديهولك مظبوط ولا مش مظبوط. بس الفيصل بينك وبين الدكتور مرسي الكلام اللي قاله من 20 سنه ده كلام علمي ولا لا؟ طيب لما هو كلام علمي بقى بيتعمل بيه لحد دلوقتي؟ بيتطفى الحرائق في الموسك امبارح بالميه؟ ده اللي انا قلته والله، وصدفه انها الدكتور مرسي كان بيدي فيه محاضره على الملأ